ليه النوبيين ما بيتجوزوش غير من بعض؟ سؤال يستحق التأمل مش كده؟ وبالأخص لو أنت مش نوبي فأنت أكيد عندك دايما الفضول ليه النوبيين ما بيتجوزوش غير من بعض؟ هل إحنا مجبرين إننا ما نتجوزش غير من بره النوبة فعلا؟ طب هل إحنا بنفضل إننا نختار شريك حياتنا من نفس المجتمع بتاعنا؟ كل الأسئلة اللي في بالك أنا جيت النهارده عشان أجاوبك عليها، بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والكومنت الجميل بتاعك. طب يا سيدي خليني أقول لك في البداية الحب والانتماء للأصل والجذور النوبية بيلعب دور كبير جدا هنا، لأن النوبة مش مجرد مكان، النوبة هي عادات وتقاليد وذكريات متوارثة عبر الأجيال بتوحد الناس من خلال لغة خاصة، أغاني وأمثال بيحفظها كل نوبي ويعيشها في يومه. زي ما قلت لك قبل كده أول سبب من الجواز ده هو الحفاظ على الهوية الثقافية زي اللغة النوبية، الهدوم والعادات، حاجات بتتوارث كلها جوه العيلة النوبية. فالجواز من نفس المجتمع بيساعد في إن الحاجات دي تستمر وتنتقل للأجيال الجديدة، ودي حاجة مهمة عشان بنحافظ على هويتنا وثقافتنا اللي بتميزنا. السبب الثاني هو الحفاظ على كنز اللغة النوبية، يعني تخيل إنك في البيت وتقول لأم العيال سكة لجأ، وده فيما معناه إن هي جميلة، تقوم تسألك يعني إيه أو إنها مش فاهمة. وقتها هتبقى مضطر ان انت تشرح لها يعني ايه الكلام ده. واحنا بطبيعتنا بنحب نحافظ على اللغه زي ما هي، عشان لو انا نطقت كلمه كده من القلب لازم شريكه حياتي تفهمني من غير ترجمه. من هنا احب ابعت سلامي لشريكه حياتي المستقبليه واقول لها رهدو يا. ثالث سبب هو التوافق الاجتماعي، لما الزوج والزوجه يكونوا من نفس الخلفيه الثقافيه بيكون في تفاهم اكبر بينهم، وده بيؤدي لحياه زوجيه اكتر استقرار، يعني بيتشاركوا في نفس القيم والعادات، وده بيقلل من فرص الخلافات، فاهمني؟ رابع سبب هو الرابط الاجتماعي، لان العلاقات الاجتماعيه في النوبه قويه وكلنا هنا عارفين بعض، زي ما تقول كده كلنا أسرة مع بعضين، بس ده بجد مش بهزار. وهنا كل عيلة ليها وزنها واحترامها، والناس بيعتبروا ان الجواز داخل المجتمع بيساعد في تقوية الروابط الموجودة بين العائلات، وده بيحافظ على الترابط القوي بينهم. خامس سبب هو الأكل النوبي، احنا كنوبيين عندنا أكل ومشروبات مميزة، حاجة كده لو جربتها هتفضل مدمنها، زي الإتر والأبريه وغيرهم كتير. تخيل لو شريك حياتك مش فاهم تفاصيل الأكل ده أو مش بيحبه، وقتها هيكون في زعل، عشان مفيش حد بيقدر على فراق الأكل النوبي بسهولة. عايز أقول لك يا اكسبنسيف إن دي مش قاعدة، لكن غالبا هو الخيار اللي بيميل ليه معظم النوبيين، هو جزء من الحفاظ على إرثنا وتقاليدنا اللي بنفتخر بيها، وده مش معناه إننا ضد التغير أو التنوع، لكننا بنحاول إننا نفضل متمسكين باللي بيميزنا. النوبة كانت وهتفضل رمز للأصالة، وزي ما بنقول دايما التراث بيعيش في القلوب مش بس في الأماكن. لو عجبك الكلام ده فدي مجرد البداية، ولسه في جزء تاني من الحلقة. ولو انت نوبي قول لي انا ما اتكلمتش عن ايه تاني في الفيديو، ولو انت مش نوبي فانا عامل الفيديو ده عشانك اساسا. ولو عايزين تعرفوا اكتر عن النوبيين واسرارهم تابع الفيديوهات اللي فاتت واللي جايه، واوعدك هتشوف حاجات تخليك تحس انك في قلب النوبه. واخيرا قاسم النوبي محتواه هيخليك تحس انك في النوبه معاه. عديله.